السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده عايزه اعمل لكم ريفيو عن جهاز. انا من الاول ما كنتش فاكره ان انا ممكن اكون محتاجاه كده. سالت عنه كتير وعرفت ان ليه مميزات كتيره. هيوفر علينا كستات يعني قاعدين في المطبخ طول النهار، خصوصا شهر 7 و8 الفظاع في الحر دول. هيوفر علينا كتير قوي وكمان هيخلي حاجاتنا احلى. الجهاز اللي هو اسمه ساندوتش ميكر. 3 في 1، 6 في 1، 7 في 1. انا جبت اللي هو 7 في 1 اللي هو سوكاني. انا سالت عن الماركه دي، هي تعتبر ارخص ماركه دلوقتي في السوق، او يعني من احسن الوحشين وارخص الغاليين. تمام. سوكاني انا جربتها في كذا حاجه، جربتها في بيبليس للشعر بس كانت من السعوديه، ما كانتش من مصر. حلوه جدا يعني، قعدت ما شاء الله كذا سنه من غير ما يجرى لها اي حاجه. فقلت انقل التجربه على الساندوتش ميكر دوت. وهشوفه معاكم دلوقتي، هنشوف كل القطع بتاعته. هوريكم كل القطع بتاعته وازاي نستعمله، وهنبدا بوافل. يلا بقى، احنا في عيد بقى وعايزين ناكل حلويات وما نقعدش في المطبخ كتير. يعني ده اهم كونسيبت عندي، ان انا ما اقعدش في المطبخ كتير، نعمل حاجه حلوه لذيذه خفيفه سريعه كده، وما نقعدش في المطبخ كتير. الجهاز ليه ده 7 في 1 زي ما انتم شايفين. استنوا اهو، ده 7 في 1. اللي هو عباره عن الجريل والدوناتس، واللي هي بتاعت الساندوتش بقى، اللي هي بتاعت التوست يعني، وبتاعت الوافل طبعا، وبتاعت الجوزيه، وبتاعت المافن اللي انا مش عارفه هي ايه. يعني تقريبا ممكن تقولوا باتيه، تقولوا قطع كيك، يعني زي ما تقولوا. هما رسمينها هنا انها قطع كيك، بس انا مش عارفه ايه هي يعني، بس ما علينا. والاخيره دي بقى بتاعت بيتي فور بسكوت، يعني بيتي فور مدي على بسكوت يعني كده يعني. المهم يلا بقى بسرعه نشوف القطع بتاعتنا الجميله دي، وهقول لكم رايي في الجهاز ايه. ولما استعملته فيه كتير بيقولوا ان هم استعملوه لزق منهم، يعني يحطوا مثلا اي عجينه زي عجينه الوافل مثلا، لزقت منهم. انا هجربه هقول لكم هو فعلا لزق، وهوريها لكم يعني، انا هوريكم وانا بعمل الوافل هيلزق مننا ولا مش هيلزق. وهقول لكم رايي فيه بمنتهى الصراحه، وهقول لكم كمان سعره وجبته منين، واقل سعر ممكن تجيبوه في السوق حصري بقى. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. ولو مرة يشوفني أنا مها، ودي قناتي ماهي ومورستان، أو لو بتشوفني على الفيسبوك يبقى دي البيج بتاعتي برضو ماهي ومورستان. يلا بينا ندخل. هنبدأ نطلع مع بعض كل القطع بتاعتنا. دي اللي هي بتاعت الميني دونتس كلها، كل القطع بتاعته من هنا زي التيفال عشان ما تلزقش. دي كده اول قطعه. طبعا القطعه بيبقى لها اتنين، اللي هي الوش واللي هو الظهر، وهقول لكم دلوقتي حالا هنركبهم ازاي، بس هنستعرض مع بعض كل القطع بسرعه. دي القطعه الثانيه اهي، الثانيه اهي بسكوت بيتي فور. ممكن برضو زي الكب كيك كده، حته الكب كيك، وده الظهر بتاعها. احنا قلنا هما 7 في 1 تمام. وده اللي انا قلت لكم مش عارفه استعملوا ايه بقى، باتيه، مافن كيك، توست، ممكن نحط فيه قطعه توست. تمام. دي بقى قطعه من القطع الاصليه بتاعته، اللي هي بتاعت الساندوتش ميكر، اللي هو بتتعمل توست كده ويتقطع مثلثات. طبعا الجهاز اول ما فتحناه لقيت معاه شهاده الضمان، ولازم تكون مختومه من المكان اللي انتوا جبتوا منه. لازم تكون مختومه، لو مش مختومه مش هيعتد بيها. تمام. انا طبعا سالت في القصه برضو دي، لازم اولا من فوق يبقى السنه بتاعه الشراء، سنه التشغيل اللي هي 2023، ومن تحت لازم يكون الختم بتاع المحل اللي انت شاري منه او الستور اللي انت شاري منه. تمام. دي كده شهاده الضمان، وده الكتالوج بتاعه ازاي ممكن نستعمله، اللي انا هختصره لكم دلوقتي ان شاء الله في جملتين هنقصر المواضيع على بعضينا. دي قطع هتلاقوها ثابته في سواء 3 في 1، 6 في 1، 7 في 1، لازم هتلاقي معاه قطعه الجريل دي. ممكن تحطي عليها كفته، تحطي عليها همبرجر، تحطي عليها الساندوتش، هياخد التضليعه التمام دي. يعني بصي برضه ليها كذا استعمال. احنا بنستعمل طبعا، احنا كمصريين يعني معروفين عننا ان احنا بنستعمل كل حاجه في مكانها وفي غير مكانها. فاحنا يعني هنهريهم استعمالات ان شاء الله مع بعض كده، هنعمل منه حاجات كتير، حاجات مألوفه وحاجات غير مألوفه، يعني هنعيش يعني. تمام. دي بقى القطعه العزيزه على قلبي قوي، اللي هي بتاعه الوافل. تمام. قطعه الوافل يعني هو بيعمل قطعتين مع بعض. انا شايفه ان القطعه حجمها حلو معقول، مش كبيره ومش صغيره. تمام. وده اللي هنبدا بيه اول طريقه خالص. اول حاجه هنعملها هتبقى مع بعض الوافل. نطلع الجهاز. دي الجهاز بتاعنا.
حجمه كويس يعني، مش خفيف قوي فتحسي ان هو يعني ممكن يكسر منك كده، ومش تقيل قوي يعني تهمه يعني. لا حلو، هو حجمه بصراحه حلو مش تمام. طيب اول حاجه الجهاز، بصي بيبقى فيه الفيشه اهي، هنلفها عشان نطولها شويه طبعا، مش محتاجه اي حاجه. الجهاز فيه زي ما احنا شايفين لمبتين، لمبه حمراء ولمبه خضراء. اوكي، اول ما هنحط الفيشه يعني اول حاجه هتظهر لنا اول ما نحط، احنا كده هنحط الفيشه اهو دلوقتي. بصوا اول ما نحط الفيشه، بسم الله الرحمن الرحيم، اول ما نحط الفيشه اللمبه الحمراء نورت تمام، الخضراء مش منوره خالص. طيب نشيل الفيشه الاول عشان نشوف الاول الجهاز هنعمل فيه ايه. ادي كده فتحناه، دي القطعه السبعه اللي هي قطعه الجوزيه. احنا كده عملنا مع بعض 6 قطع، الساندوتش ميكر والجريل والوافل والبسكوت او البيتي فور والمافن كيك او اللي هي الباتيه، واللي هي ساندوتش المثلثات، وسابع حاجه خالص اللي هي ايه الجوزيه. تمام. طيب احنا عايزين نشيل الوش بتاع الجوزيه عشان نركب وش تاني. الاول الوش بتاع الجوزيه زي ما احنا شايفين، بصوا في هنا كليبسات كده، شايفين الكليبسات دي اهي. انا كده فكيت الكليبس، هشيل الوش بمنتهى البساطه خالص. وده السخان بتاعنا اللي بيولع ويبدا يظبط لنا تحت. برده في تاني هنا برده كليبسات اهي اهي، سهله جدا انك تشيلي وتحطي، سهله جدا. طيب الجوزيه برده الشكلين مش زي بعض يعني، ده مجوف كده وده هتلاقوه قابب لبره علشان يعمل لك شكل الجوزيه. تمام. طيب خلينا، هو ده كده الشكل بتاعه. بصوا ده السخان بتاعه، ودي الكليبسات اللي تحت والكليبسات اللي فوق اللي بنركب منها اي شكل. هنركب مع بعض دلوقتي الشكل بتاع الوافل. فكده عشان ما حدش يقول مثلا ان انت اتعاملتي عليه كتير او انت عارفه تستعمل ازاي، انا اول مره افتحه معاكم دلوقتي حالا، لسه بكتشف معاكم ازاي استعمله وازاي اركبه يعني. بس هو انا شايفه ان هو سهل، ما فيهوش مش اختراع يعني. اهو كده خلاص تمام كده ركب الوش. ودي هنركبها برده كده. بصوا هي ليها يعني ايه دي او دي، نجرب دي نجرب دي. كده تمام كده ركبت اهي خلاص، ركبت تمام. هنبدا بقى ايه كده. ادي كده الجهاز بتاعنا ده 750 واط. بصوا كل الداتا بتاعته اهي 750 واط. الموديل بتاعه علشان ممكن تلاقوا منه كذا موديل، هتلاقوا الموديل ده اسمه اس كي 907، اس كي 907. وده اللي يفرق الساندوتش ميكر ده عن الساندوتش ميكر التاني اللي هو مثلا 3 في 1 او 6 في 1 او كده. تمام. احنا كده ركبنا خلاص الوش، ريدي ان احنا نستعمله. الجهاز مبدئيا كده كويس حلو، زي ما قلت لكم حجمه كويس، هو حجمه تقريبا 3 كيلو فمش خفيف يعني. وفي نفس الوقت المساحه بتاعته اللي هو واخدها صغيره مش كبيره، تقدري تحطيه في اي حته في المطبخ زي ما احنا شايفين كده. استعماله سهل جدا، انا استعملته معاكم، فكيت الوش وحطيت وش تاني. اللي بالنسبه للناس اللي بيقولوا ان هو بيلزق الاكل بيلزق فيه، بمنتهى البساطه بمنتهى السهوله. انت دلوقتي هتعملي وافل اوكي، منديل مطبخ من مناديل المطبخ طبعا بتبقى تقيله شويه، مش المناديل العاديه، مناديل المطبخ العاديه دي بس بتبقى اتقل شويه من التيشوز بتاع الحمام او المناديل البكر اللي صغيره. فبالمنديل كده بتاع المطبخ هنحط فيه نقطتين زيت ونبدا نمسح مكان ما هنستعمل القطع. هو اصلا زي ما انتم شايفينه كده تيفال مش بيلزق، بس برضو احتياطي همسح كده بمسحه زيت. واول حاجه لازم اشغل الجهاز لغايه ما اللمبه الحمراء دي تتحول لاخضر. يعني اشغل الجهاز هلاقي اللمبه الحمراء ولعت، هستنى عليه شويه دقيقتين او 3 دقائق لغايه ما اللمبه الخضراء تولع، كده معناها ان الجهاز بتاعي سخن وريدي ان هو يعمل معايا اي حاجه. تمام. هفتحه بعد ما يسخن كده، وزي ما اتفقنا اي منديل مطبخ بسنه زيت او سن او امسك حته زبده كده تكون جامده وامشيها على الحواف، اهم حاجه عشان العجينه بتاعتي ما تلزقش. بس كده. وهبدا بقى اصب العجينه بتاعتي واروح قافله عليها. هي الاول هيبقى اللمبه الحمراء اللي مولعه، بعد ما ينضج خالص هتبص تلاقي اللمبه الخضراء هي اللي ولعت. وهنشوف الكلام ده كله عملي في الوافل دلوقتي حالا. هنعتبر ده كده فيديو الريفيو بتاع زوكاني ساندوتش ميكر 7 في 1. وريت لكم القطع الغيار بتاعته، الوافل، الجريل العادي، الساندوتش اللي هو المثلثات، اللي هي قطعه بيسموها مافن كيك او ممكن باتيه او ممكن توست، يعني زي ما انت هتستعمليها. وفي قطعه تاني للبيتي فور او البسكوت. واخر حاجه خالص بتاعه الدونتس والجوزيه. ادي الدونتس اهي، وادي كمان القطعه بتاعه الجوزيه. كده دول ال7 غيارات او 7 قطع بتوع الجهاز. يا رب يكون الريفيو عجبكم، يكون الريفيو مفيد ليكم، واللي عايز يشوف النتيجه بتاعه استعمال الجهاز في
عجينه الوافل. شوفني الفيديو الجاي هحط لكم اللينك بتاعه. باي باي.